ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. رمضان كل سنه وانتم طيبين. قلنا يعني نتجمع مع بعض كده نضحك ونتبسط ونحكي مع بعضينا حلقه جديده من شادر فوده. معانا مين النهارده؟ معايا محمد عماد، يعني بوب مصر الجديده. مش هتكلم كتير. مصر الجديده ولا مين؟ اخويا عامل ايه؟ اخويا الف شكر حياتي عامل ايه؟ قديما. الحمد لله والله كله تمام؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا خير. وانت طيب بخير. الدنيا حلوه؟ الحمد لله. الحمد لله. ما تنساش قبل ما نبدا كده ادينا لايك، سبسكرايب، شير، روق علينا كده، يعني شير الحلقات مع اصحابك بقى وبتاع. السبورت مهم. كل سنه وانتم طيبين وانزل بالانترو. هنتكلم في النهارده يا عمده. قول لي يا صاحبي. نتكلم بس ما ينفعش نبقى احنا الاثنين متجمعين وما نتكلمش في الاكل. زي ما انت شايف كده يعني. هيفي ويت تشامبيون. احنا الاثنين لما بننزل حجوزات كوره ما بيلعبوناش في ما ملعب بنقولش- خالص، ما بنقولش. بيلعبونا في حلبه مربعه لا كده. انا هو بنلعب خماسي لوحدنا. والجون برضه يعني خد بالك. بالظبط. الاكل عامل ايه معاك؟ والله الحمد لله. الدنيا جميله. الحمد لله. طيب يعني مبدئيا كده خليني اسالك. ايوه هتفطر ايه اول يوم رمضان؟ ايه؟ هنفطر ايه اول يوم رمضان؟ جميل. آه. هتفطر ايه اول يوم رمضان؟ دي اسرار بيوت. مش هينفع. لا انا عايز اسمع بقى تفطر ايه اول يوم رمضان. هي بص محاشي، يعني هو اصلا مصر كلها بط ووز وديك رومي، عشان بس دي حاجه اكسكلوسيف ليك انت بس. بس بتلاقي بقى محاشي، كل انواع المحاشي. جميل. انا عن نفسي بحب الورق، بزلطه يعني بيخش ورق قلبي عنب؟ كده بيقع. آه. ما بتاكلوش ما ما بتدوقوش، باكلوش؟ عشان كده ما اعرفش طعمه ايه اصلا. لو هو كده هو خلص، يعني هو خلص. يبقى محري كده. مبسوط على الليمون من فوق. لا ما انا مش من هواة الليمون، بحسه بيبوظ الاكل. لا هنختلف في ده يا صديقي. آه. لا انا بجد ما بحبش لا يا صاحبي. يعني مثلا بحس ان الكبده لو وحشه قوي احط عليها ليمون تمام. عشان احس ان باكل ليمون مم. يعني. لكن الكبده لو حلوه لا باكل كبده. ايوه لكن بس الليمون الليمون الكبده وهي بتتعمل بيتحط عليها ليمون. ماشي، بس بتطلع كبده. ما ده لكن اللي لما أنا أقصده بتحط بقى في لا الورق كبده لا بعد السوا بتفرق. لا مش بتفرق. بقول بعد السوا. قعد هو في الحله. حط كده. ممكن بقى تكون الحاجه بتعمل مش كده، لكن ورق انا ليمون فوق. ما انا باكل. انا يا باشا بيتحط لي أنا شوف الطبق. تك 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 تك. لا مفيش حاجه اسمها طبق عندنا، احنا بناخد بالصينيه بيتحط قدامي الوجبه. وتاكل تخش تزيح. اه وطبعا بقى اللي هو بقى الشوربه والملوخيه والحاجات دي ماشي بقى، ده بتاعت مفهوم طبعا. لا اصلا ما حدش بيجي جنبها اول يوم رمضان دي. لا انا عن نفسي بروح لها. لا لا عمري حاشا لله ما اقدرش اروح هناك. انت من الناس اللي هو اول ما الاكل ينزل بتقوم باكل قبل الناس ما يجوا، عندنا بيبقى في أصلاً ضيوف بقى. اول يوم بس لا انا بالنسبه لي مغرب جدا. تمرايه كده وطبق شوربه لذيذ والعصاير وبتاع. ده انا بفطر. بعدين بقى عشرايه ادوق. واديني بقى اديني عشان فاهم مش هعتمد. لا انا اول يوم رمضان يعني اول فطار مم. نيكوتين، طبعا بناكل نيكوتين. انت بتاكل نيكوتين. وبلح باللبن. طبعاً. ثلاث لا بلحه ونص بلحتين، اللي هو مش رقم كبير قوي بس عشان ما بحس انه لا، أنا بحب بينفش، الصراحة فمش كده. هستمتع بالاكل. مم. لكن الاكل ده اول يوم رمضان مو بيجي بعدين بقى بتبقى 3 مرات، يعني بتاكل وبعد كده تريح بعد كده تروح الشوط الاول. ايوه والله السلام راوند عليكم. 1 و 2 و 3 لحد معاك بقى لحد لحد السحور بقى. تتعب. لا لحد بتتعب بجد، ممكن تتعب. لحد السحور بس. لو بعد كده ممكن في تطلع time تنام limit، فوق فاهم؟ السرير بقى، تنام ملك نام فوق السرير متوج. يجي المؤذن يقول لك تايم أيوة. اوت. الله خلاص اكبر. بقى فاهم، انت ما لحقتش تشرب دي مشاكلك اللي هو بالظبط. يعني. بس هو ده اول يوم رمضان. مم. بعد كده خلاص بقى اخدت على اللي هو مم. اول ما بتاخد على الصيام غالبا من تاني يوم. والاكل بقى عارف اللي هو اخر يعني اول 5 ايام هو اكل اول يوم. ما زي يعني بالظبط بديهيات بالظبط. الحياة. بس بقى اللي بيحبوش ان حد يعزمك تاني يوم، إيه؟ فانت بتاكل اكل اول يوم تالت يوم. فبات يومين. فده بقى صعب قوي الموضوع، بجد بجد بيبقى صعب. يا ريت الماما يعني تركز في الموضوع ده، ما حدش يعزمنا تاني يوم علشان يعني الامهات مصر جميعا. بلاش تاني يوم نتعزم رمضان تاني يوم. محفوظ. يعني بالظبط. احنا ناكل اكلنا يا باشا في اول يوم، وتاني يوم ما كان نتعزم تالت يوم بقى. يعني اعتقد في رمضان ده مش هيبقى فيه عزومات اول يوم وتاني يوم اصلا. يعني اصل رمضان ده جاي يوم اثنين. لا بس خد بالك العائلات لازم اول يوم ماشي. حد بيجمع التاني يعني. مفهوم. بس يعني تاني يوم بقى وتالت يوم ورابع يوم هتبقى لا لحد ما نتقابل الجمعه او ممكن. الخميس فالناس تتجمع فيها. ممكن بداية الخميس تاني، ان هو اتنين تلاتة اصلا يعني يوم صعب على كل الناس، يوم تلات يعني. فاهمين عايزين ينكد على يوم تلات يعني. صح. مش هينفع، لا مش هينفع. اكل الشارع ولا اكل البيت؟ لا ده وده، لا بس اكل البيت. ايوه اكل البيت. يا راجل. يعني انت بالنسبه لك الكشري بتاع البيت مثلا؟ لا اصلا لا انا اصلا مش بحب الكشري، احسن حاجه بالنسبه إيه لي. ده؟
دي صدمه ها، بس إيه ده؟ انا مش بحب الكشري الصراحه قوي، اه واصحابي عارفين الموضوع ده عني فما بيحبونيش اصلا بيسامحوني في الاكل بسبب الموضوع ده. ما طبعاً. هو دايما بيجي اول الشهر يقول لك احنا اول الشهر لسه فناكل كشري عشان ما نصرفش، تيجي نص الشهر يقول لك ناكل كشري عشان احنا في نص الشهر اخر الشهر اخر الشهر معناش فلوس بقى. لا بس انا ضد جدا 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 اكل الكشري في الشغل. اصحاب الكشري عندي مشاكل مع شخصيه بسبب الموضوع ده. بالظبط، اصحاب أيوة. الكشري يعني انا محتاجه فنيخ ايوه ومحتاج حمام يبقى جنبي. ايوه محتاج وبعدين الدنيا مش تبقى محتاج ان مريحة. انت تحح في وش حد بالظبط. يعني، هح فانت دي هتاكل كشري معايا في الشغل يا صح؟ ما منين؟ ما اتضايقناش يعني خليك حلو. ايه لكن إيه الحاجات مثلاً- مثلا اللي ما تتاكلش في البيت بالنسبه لك؟ رغم ان الكبده والسجق مثلا اكلتهم مره واحده بس، وده شكر وتحيه لاخويا الكبير احمد الصراحه، عشان هو عملهم عمل لنا احلى كبده وسجق اكلتهم في حياتي، في حياتي كلها يعني من ساعه ما اتولدت لحد النهارده. احلى سندوتشات كبده وسجق اكلتها في حياتي اليوم اللي كان عنده في البيت. انا ليا طالعه اتنور طبعا، انا اتنور. شايفك يعني في غلاء يا عم انا ليا تعالى طالعه بكبدتك بالظبط. تعالى عندي واحدة. بكبدتك واحنا موافقين. بالظبط. لا بجد كانت فظيعه، لكن لا في مينلي في الشارع طبعا، لا الشارع طبعا كبده وسجق شارع. وبعدين كلما كان المكان ارخص مش عشان الفلوس، لا عشان انتن. هو انتن بكتير، بالظبط. مش انتن بمراحل، بس بالظبط. بتحس الموضوع يعني مثلا تروح لواحد بيعمل لي ساندوتش مثلا ب 2 جنيه مثلا، ده فين ده؟ حلو، لا ده سيف. تحيه بقى لاخويا الصغير ميجز اخويا، علشان بص يعني قاعدين مع بعض فلازم نفتكرك بالخير والله. والله ودانا العربيه كبده في في جسر السويس، جسر السويس بتعمل ساندوتش الكبده او اي حاجه عامه ب 2 جنيه بقى، هي غير دلوقتي بقت ب 2 جنيه ونص، دلوقتي بقت ب 2 جنيه ونص، بقت غاليه بقى كده في بقى لا ده اللؤلؤه غلى عن كده. دلوقتي ده لحد دلوقتي ب 2 جنيه ونص ايه ده؟ او 3 جنيه، بس ما قصرش 3 جنيه يعني، هو عمال ما راحش لاكتر من 3 جنيه. المهم يعني الراجل ده بيعمل ايه بقى؟ ايوه كل حاجه نفس الطعم، هو عيش سخن وبيجيب لك بقى شويه تورش. انت بتاكل توابل. لا هو بيحط قدامك كبده هو بيحط قدامك بقول سجق، لك ماشي بس انت ما بتحسش باللي هو توابل، ما هو ده اللي اقصده. لا بس بتبقى يعني حلو. هو مطرشم كل حاجه ملح وفلفل اسود وكمون، حصل، فانت بالنسبه لك مفيش كبده انا باكل بس ملح طعمها وفلفل طعمها بالفلفل. طعمها بجد بيبقى خطير ما عشان التوابل صراحه. لكن بحب أي أكل لؤلؤه بتاعت اللي هي جاردن اللي احنا بنسميها جاردن دي، مالك الكفته بتاعتها دي أوه. في حته ثانيه يا لا جدعان، لا 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 في حته ثانيه. الى كل الناس اللي بتيجي في مدينه نصر ايوه عربيتين لازم ما تروح، ينفعش ما تجيش. لازم. حبايب مدينه نصر هتدوق احلى كفته في الدنيا، واللؤلؤه احلى كبده وسجق في الدنيا. بس هو كده كده مش ماركتنج لاي حاجه يعني، بس انا شايف ان هو ما يتاكلش من عنده غير الكفته يعني. والحواوشي لا الحواوشي اصلا نفس لحمه الكفته. لا برضو والله نفس لحمه الكفته بيعملها بس كده العيش. تحس ان هو شبه الرقاق مش حوشي، ما هو العيش مش عيش عيش بلدي. تورتيلا اه مؤاخذة يعني. العيش اللي هو العيش السوري. لا وحش ايوه كفته يا جدعان بس هي الكفته كده كده جامده، كفته الميكس بالذات. لا تروح تاكل الكفته الاول، كده تاكل الكفته بالجبنه، اه كده تاخد الميكس. ما هو انت بقى. لا ما هو بص بس ما محدش تبقاش ياكل اول سندوتش مره، واحد. لا ما هو اول مره يروحوا عشان ما نخدعش الناس يعني، لا لازم يجربوا الاول الكفته لوحدها ما هو كده، ماشي، ما انت هتطلب اصل كده كده مش هتروح تطلب واحد، صح ولا ولا غلطان؟ 12 عشان تدخل غلط برضه اه مالكوش فانت دعوه بسم الله الرحمن الرحيم هتبدا بثلاثه، ثلاثه واحد ساده وواحد جبنه وواحد جبنه وبيض. ايوه طبعا على موت، اسمع مني والله. هتتبسط قوي. بس التانيين بقى دول انت تعرفهم، انا ما اعرفهمش الصراحه يعني اللؤلؤه يعني ليك طلعه، يبقى انا لا طلعه عند احمد علام وانت ليك طلعه عند اللؤلؤة. خلصانة؟ ماشي خلاص ماشي. خلصان. الاكل بقى اللي ما بنتفقش عليه زي ايه؟ لا اقول لك زي ايه ولا انت تقولي زي ايه؟ يعني هديك مثال ماشي. ولا انت عندك انا عندي الكوسه مثلا؟ شفت بس انت عملت زي هي ما بتتاكلش، ما هي ما بتتاكلش اصلا، ما اعرفش ما بياكلوها أيوة. ازاي او بياكلوها ما أيوة. ما بياكلوها ازاي انا ما اعرفش حقيقي، بس هم بياكلوها. والقلاص ده بقى ايوه انا عندي عداء شخصي معاه، وراك بتخانق ممكن اتخانق مع القلقاسه يعني، ممكن اروح أشكرك بتاع يا الخضار اتخانق مع القلقاسه اقول له انت ايه بقى أشكرك انت والله. بتعملي ايه؟ بداية من ان هي زرعه غير مفهومه. هو اصلا اللي اكتشفها غالبا ده كان خربان. انا عندي مشاكل مع اكتشاف الاكل صحيح الورق يعني. لا بعيدا عن كده، يعني اول واحد اكتشف ان التين الشوكي ده بيتاكل ازاي؟ والله انا هموت واعرف ايه اللي جابها في دماغه. والله لا، واللي خلى القلقاس برضو قطعه يعني عملوا مكعبات ده القلقاس ممكن يا سيدي شفت بطاطس، بس ما بقى دي برضه مشكلتي concept إن معاه اللي على اكتشف فكرة. البطاطس عمل كده ازاي؟ دي مشكلتي معاه. ايه بقى؟ مشكلتي مع القلقاس ان هو مش حاجه،
ما عندوش شخصيه. ايوه بالظبط بجد ما عندوش شخصيه. مع ان خلي بالك انا احب يعني في اكلات احبها مالهاش شخصيه، زي البيض مالوش شخصيه. البيض تحطه مع بسطرمه معاه، هو مايع اصلا، وبعدين انت تحطه لوحده هو مايع كده، بالظبط. مش مسترجل في الطبق. اللحمه المفرومه مالهاش شخصيه، تحطها مع اي حاجه شغال. دي حقيقه والله، دي حقيقه. لكن القلقاس بقى مالوش شخصيه واتم، عارف انت صاحبك اللي هو. وبعدين بقى ايه، هو انا بص انا مش هفتي برضه في القلقاس قوي عشان انا بحب، بس انا عندي يعني ماما للاسف بتحبه. ما انا البيت عندي كله بيحبه. فبتعملها بقى اللي هي لونها اخضر دي. ايوه يا شيخ، ما هو ده اللي لا توكل. يعني انا اعتقد ان القلقاس ده لو حد في مره خدعني وعملوا صوابع وآلاف ممكن اكله، اعتقد كده والله. حد حمر انا بالظبط. قلقاس محمر ومشروع العمر. تكتب كده افتح قلقاس محمر يا جماعه، نورت الدنيا. لا بجد صعب قوي. لكن القلقاس كقلقاس انا بتلاشاه، وحش. وعندي برضو البتنجان المقلي ده حموضه، ده الف ب حموضه، اللي هو حموضه يعني، هو بتعمل كده في حموضه كده. انت بتاكل زيت، ما هو حموض، ما هو بالظبط. يعني انا وليه طعمه وحش قوي. انا بحب اكلها بجد، طعمه وحش قوي والله، طعمه وحش قوي. اصل هو فعلا، يا جماعه الصيام مش عند يعني، ما هو الاكله وحشه، ما تجيش تقول لي ما تقنعنيش انها حلوه. زي مثلا عشاق السوشي، يعني السوشي ده لو مش فرايد هو ما يتاكلش، ولو فرايد ما يتاكلش. لا ممكن تبلعه يعني، اللي هو لو ايه تبلعه. السوشي ده اللي اخترعوا حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا ابني، هم اللي جابوا لنا كورونا، هم اللي اخترعوا السوشي. ما بس اهو بياكلوا فران وخفافيش وبياكلوا سوشي، يعني اللي بيخليني اكل فران وخفافيش اكل سوشي مثلا. ونروح بقى نقول لك ايه العلاقات التوكسيك. لا بس خد بالك هم، انا بحس ان رواد السوشي دول من مدرسه اللي هو انا هعمل حاجه عشان ابان روش. فانت فين؟ انا باكل سوشي. فين ماشي. بقى في مكان اسمه سوشي بار، عشان انا في بار بس باكل سوشي. يعني اللي هو مش عارف اشرب خمره فبروح مش عارف اسكر فبروح بروح اكل سوشي في بار. الاثنين نتيجتهم ترجيع في الاخر. بمناسبه رمضان فاحنا عندنا المحلات في مصر، يعني هنخش بقى على الحلويات، على المطروشات اللي بتطلع في رمضان علينا دي. كنافه بالرنجه. اصلا الرنجه ده عملوا كنافه بالرنجه بجد، مش بس هي كانت ترند. كنافه بالرنجه، ايوه، بس هم عملوها كوميك والله. لا دي كان كوميك من اتوال. من اتوال؟ نزلوها على بيج بس فيك كده. مقاطعه. اتوال انا اشتغلت فيها مصريه على فكره 100%. ماشي، بس بيعملوا اتوال بالرنجه بالكنافه. لا بس هي حاجه. اتوال ليك في الكيك. ايه ده، هو ليك في الكيك ده طلع اتوال؟ حمد الوزير. ليك في الكيك؟ حمد الوزير ليك في الكيك؟ لا قطع اتوال يا جدعان. هو اصلا اتوال وحش عامه. انا ما بحبوش. ما بحبوش والله. التريليتشي بتاعته حلوه. لا ما بقتش حاجه حلوه صدقني، التريليتشيز دي حلوه قوي، انا بحبها قوي. انا بحب الناس اللي شغالين في اتوال عشان اشتغلت معاهم. انا بحبهم. مستر مرتضى حبيبي، بحبك والله. بحبه جدا بجد. بس لكن لا، انا شايف مثلا ممكن نتكلم عن حد ونغلط فيه عادي ولا؟ ماشي عيش. لا والله، مثلا شايف ان احقر حاجه ممكن. متفق جدا. يعني بحس ان هو يعني هو حتى مش ترندي، لان هو مكان مش شيك. هو ماركتيرز شاطرين. لا اسمع مني، بيلموا عيال صغيره. ماشي، ما ممكن ابيع في اكياس بينك، ابيع لبنات التجمع عادي. ماشي. يعني هتبقى ماركتير شاطر، صدقني عادي جدا. يعني ممكن اخلي كل بنات التجمع عشان طب انا اسالك سؤال، الناس اللي بتعمل ميلك شيك، يعني في محل ما في التجمع بيعمل ميلك شيك بمليار جنيه تقريبا. ايه اسمه ايه؟ عشان مش غالي قوي يعني. اسمه يطلع بالفرنساوي لو تشيز. فاهم؟ جاست ان هو انا بعمل ميلك شيك من بلاد عرفته وانت يا باشا ميلك شيك عادي جدا. عادي. ايوه والله، يعني انت لو جبته من عند عم سايب بتاع القهوه يبقى اجمد من كده. اللي هو بيرجه بايده ده، بيميك تشيك. خد يا باشا مرجوج ولا مش لبن وترج. خلصنا. مش ده شيك ولا مش؟ شيك صح. لا في اصول فانت عندك بقى القشطوطه والزطوطه والملطوطه دي برضه. قال لك ايه بقى؟ قال لك تطور القشطوطه ايه؟ القشطوزه. ده بجد ولا افيه؟ اقسم بالله. لا يعني في حد بيكتب كده على العلبه؟ قسما بالله انا بشوف ناس كبار، مش انا بدك عايز 2 قشطوزه، فانا بتكسف له. الحمد لله زعفانه من قشطوزه. تخيل انت راجل مالو هدومك داخل تاخد قشطوزه. السلام عليكم، ممكن نحط قشطوزه؟ السلام عليكم. لا طبعا حاجه قذره جدا. لا لا بجد، يعني سمي اي حاجه غير القشطوزه. انا موافق بس القشطوزه لا.
لا دي عادي، بس لا، خد بالك شيك. خد بالك المدلعه دي انا اول المدلعة مره دي على اكلتها قديمة، انا موافق. عشان هي حاجه قديمه قوي قوي يعني. خد أيوة، بالك دي أيوة، من أيوة، طنطا موافق، باين، موافق. حاجه دي قديمه طنطا. من قديمه قوي. بس هي بجد تحس انت بتاكلها بتحس انت عارف ان هو تفلافي كده، هي جميله، اللي هو بتقعد بقى ترجع لورا فاهم، ما تحس تاكلش انك ممكن منها. تقع من فوق الكرسي. بس برضه ما تاكلش منها اكتر من حته قد كده. لا هتموت. هي تقيله فشخ. بس دي بقى المدلعه اللي بجد، مش بقى اللي هو الجو بتاع لا، ما انا بقى سيبك من المدلعه، المسقسقه ايوه والمسخسخه ومشخلعه والمتفشخه. وانا يا جماعه انا مش حمل خلي بيضيق بسرعه بنام بدري يعني فاهم. مين فبلاش. هيداوي الحاجات اللي انتوا فاتحينها دي كلها؟ لا الموضوع بجد بقى صعب قوي، سخيفه قوي والله. و يعني عموما نداء لكل المطاعم بلاش بلاش بجد. رز بلبن يا صاحبي عادي الساده ده اللي هو الساده ويا عم حط بقى عليه لوتس، وحط عليه الحاجات اللي انت بتقول عليها. انا على فكره انا شايف ان اللوتس يعني اقول لك على حاجه بقى، انا وجهه نظري الشخصيه يعني. لو هتتكلم عن لوتس وحشه بديك بالله. لا مش عن اللوتس انا بحب اللوتس جدا على فكره، ويمكن اخواتي كمان بيختلفوا معايا فانا بحبه عشان ما بيحبوش قوي. وفي منتج مصري اسمه رودس حلو، الاحمر صدقني حلو. ده حلو نفس الديزاين بتاع شفت بقى ان انا خد بالك بحب اللوتس، لكن اللي بيتحط في مثلا في معظم المحلات بيحصل طحينه. يعني بيجيب لك رز بلبن بالطحينه. طب ليه يا معلم؟ يجيب بسكوت نواعم، دي طحينه بسكوت نواعم ويطحنوا ويتقلوا باي خرا بطحينه غالبا بجد والله. يقول لك خد لوتس وهو دي طحينه يا جدعان، دي طحينه بالظبط. يعني 11 كبده بقى يعني رز بلبن بالكبده وانا موافق والله، والرغيف بقى عشان حبيت اغمس بالظبط. انا هشتري وموافق والله، لكن ما يقوليش بقى رز بلبن بالبتاع. يعني مره كنا في المعادي عشان هو اصلا كان محل مش يعني هو ما حدش عارف حاجه عن صاحب المحل نفسه ما يعرفوش اصلا. كنا قاعدين على القهوه انا واصحابي، واحد صاحبنا قام جاب لنا رز بلبن باللوتس. والله العظيم هي طبق قد كده، لو حد لازم بيته هيقفل يعني هيخلص قد كده قد كده الطبق قد كده فوق رز بلبن. طب الرز اللبن طبق قد ايه بقى؟ لا كبير، لا هو كان كبير بجد. أوكي. بس انت بتقلب وبتاكل طحينه يعني ما يعني يعني ستاند في الكواليتي يا نبطل ما يا بلاها عشان خاطر احنا في زمن عمالين بنقول مقاطعه وبتاع، فما تشجعوش الناس بس بقى في حاجه بقى اخي العزيز، ان انا شايف مثلا ان احنا لازم بجد نقف وقفه. ايوه قصاد اكل الشارع. قصاده؟ اسف، علشان اولا ده خراب بيوت. اسف، ده اولا. انا مع اكل الشارع قلبا وقالبا. لا والله. ومع كل من يحترم اكل الشارع من المطاعم اللي بتعمل اكل في الشارع. ده مش اكل الشارع بقى. لا احنا مش بص عشان بس نبقى يعني معلش العربيات اللي في الشارع يا اخوانا ده اكل شارع. جاريني بس كده بالله. العربيات اللي بتعمل سندوتشات البقاله. بقى لسه مجربها برضه. تعملها في البيت عادي جدا. لسه مجربها قريب. سندوتش جبنه وسندوتش لانشون ايوه تعمله في البيت عادي وسندوتش حلاوه بالقشطه بس هتاكله من الناس دي كيف وهتتبسط. عارف ليه؟ عشان انت شايف هو بيعمله. طب ما انا اللي بعمله بايدي. ما هو بقى انت ده انا بقى عامه انا اكتشفت مؤخرا يعني انت لو بتتفرج على حاجه بتتعمل انت بجد بتبسط اكتر. عشان كده انا مع فكره الاوبن كيتشن اللي هو المحل بيسيب اللي هو اتفرج على عينك كتاجر زي ما بيقولوا غالبا، ما اعرفش مش فاكر الامثال قوي بس يعني زقها فدي حاجه حلوه قوي الصراحه. بعدين انت بتبقى مستنضف المكان. يعني في واحد في وسط البلد مش مساله نظافه، بقول لك انا في وسط البلد يا جماعه تنزل شارع عبد العزيز هتلاقي الناس ماشيه بعجل لا في محل فاتح للاكل ده في كتير فاتح. لا هو حاجه مشهوره فشخ. مش تهري؟ لا السيده زينب سامح. ده بس ده وحش قوي. انا اكلت عنده. احمد هو اللي وداني هناك عامه برضه خد بالك عشان يعني يا احمد يا احمد يعني احمد كنت خد خطوتين للسيده زينب هتلاقي المشتهي هتاكل اكله بقاله. لا هو ودانا سامح ده. بعدين انا سامح يعني انا ما كنتش عايز اكل الصراحه قوي بس لقيت مراد مكرم انا بعشقه. وانا بعشقه طبعا. ابن ناس قوي وشيك قوي بياكل بجد. ممكن تحب تروح عايز تاكل معاه عشان هو شيك بس. يعني بالمناسبه مراد مكرم في مطعم اسمه طرح البحر التجمع الخامس. مراد بجد شاوت اوت لهذا المطعم عشان بيغني هناك ولا والسمك كلته في القاهره. صوته حلو مثلا. لا بجد دي معلومه ما اعرفش انتوا عارفينها ولا لا. مراد مكرم صوته حلو. صوته حلو فشخ في كاتيجوري معينه في ايوه معينه مش عموما. ايوه بس صوته حلو فشخ. الجاز تحفه. صوته حلو فشخ يعني صوته حلو مش عادي. صوته اللي هو انت بتاكل ليه؟ روح غني بجد. طيب بمناسبه سامح اللي انت بتقول عليه ده سامح ده من ضمن الناس اللي عامله اكل غريب قوي. بيسمي السندوتشات على اسامي بشر. انا الموضوع ده ويا ريتني ما سالته عشان انا شخص محب للبيض. عامل ميكس بالبيض. انت منعتني ان انا اكل عندك بيض. ليه؟ اخش اقول له عايز احمد. اسف
لا بريد عماد عادي. بس ستيل مش هعمل كده يعني. لو قلت ستيل له مش هعمل كده يعني. لو قلت بيض لا وحش قوي فعلا. فاهم؟ فانت لا وبعدين في واحد في ساندوتش هناك اسمه ميجز وسيف بنقولها ميجز. ايه؟ سيف بنقولها ميجز. آه. فانت داخل تقول له انا عايز ميجز بالبيض. طب يعني مثلاً. هو ذنبه ايه الواد واقف ورا؟ مثلا. عارف اللي هو عامل فلا انا صنديق. مش متقبل هذا لا وبعدين في ساندوتش هناك اسمه شريف. شريف. سالته ايه ده؟ قال لي واحد جه سماه على اسمه. ما انت هو عنده كونسبت انك على لو خدت اسمه. اخترعت ساندوتش يبقى بتاعك بقى باسمك. على اسمه. ايوه. لا اه ده ساندوتش بجد. حلالي. ده ده بجد ده بجد مش هزار. سماه على اسمه يعني ده ساندوتش ايه ده؟ ايه اللي جواه كونتنت؟ ما اهتمتش. انا ده هوت دوج. بامانه ما اهتمتش. يا هوت دوج يا حلالي. انا مش ما اوبشن. اهتمتش الصراحه. هو كان مسميه ايه؟ شريف. ما بقول لك على اسمه. والاغرب ان هو مسميه شريف يعني هو مسميه ابنه شريف. يعني موظف في بنك. حاجه غريبه. بيلبسوا جرافات الصبح كده وينزل. يلا يا شريف بقى روح اعتمد على نفسك خلاص. انت كبرت. يلا يا شريف يا حبيبي اتبسط انزل اتبسط قابل الناس في الشارع انت هو عمال محل مش احسن حاجه. هو انا لا بس هم اتبسطوا. اتبسطتش. بص يعني بص اقول لك على حاجه. مم. يعني عندي برضو حاجه في الاكل مثلا احنا لو نازلين 5 6 بني ادمين وانا مش هتبسط في المكان لا انا ممكن اتبسط عشان الناس اللي معايا. ده كده يعني سعادتهم كده لا، هم ما بياكلوا وهم مبسوطين ده موافق. بالنسبه لي موافق جدا. فير انف يعني انا موافق مش جدا. هبقى متضايق. اللمه كده قصه تانية. فانا موافق على النقطه دي. بس في لمات بقى مم. في اماكن معينه اه بتبقى حاجه تانية خالص. ابو خاطر والله وخاطر 100 مره ممكن اقعد لحد بكره والله. ابو خاطر استنى احنا جايين لك في ابو خاطر يا جماعه. استنى والله العظيم لا تعيد لكم يعني. ابو خاطر ده اولا صرفنا على نص فلوسنا اللي جمعناها في حياتنا موجوده في ابو خاطر في خزنه ابو خاطر يعني او جدد بيها جاب عماره غالبا بفلوسنا يعني. لكن ابو خاطر علشان لو حد حب يروح يعني هو طبعا احنا نتفق ان هو فراخ بس. بس احنا جربنا حاجات تانية كتير. انا عمري ما اكلت حاجه عنده. لا احنا للاسف جربنا فمش احسن حاجه خالص. فراخ الشوايه اللي هي بتلف كده في الشوايه. هو المشكله انها بتبقى بتبتدي تلف من ساعه ما فتح لحد دلوقتي ما بيخرجوش من الشوايه بس لازم تاكل فراخ يعني هو بيجي لك فراخ عادي وما بتنزلش من هناك بالظبط بيجي من حته ثانيه يعني. لكن ابو خاطر اوردر نص فرخه هتعجبك تطلب نص كمان هتعجبك لو لسه في مكان هتطلب نص كمان وهتفضل بقى تقضي لحد ما ناخد بقى الاكسبيرينس بتاعتنا. بالظبط تروح تطلب فرخه وبعد كده خلاص فرخه كمان وهكذا بقى. لا ابو خاطر ده قصه لا قصه يعني قصه. والتتبيله بتاعته اللي بيحطها هي دي. اصل هي الفراخ خلي بالك اي فراخ شوايه عاديه. ابو خاطر اللي بيموزه ايوه اللي بيموزه ان هو بيحط موز بلد السيخ. لا بس هي حلوه على فكره علشان طريه قوي كمان. لا اي فراخ شوايه طريه مش جوسي. انا بص اكلت فراخ شوايه كتير قوي عشان اكل ابو خاطر ما عرفتش. لا ما بقول لك تعالى اكلك فراخ شوايه من الاغا مثلا طريه فشخ وجميله فشخ بس الاغا ده اللي هو في التركي يعني لا اروح اكل منه مش فاهم يعني مش الشخص ماشي هو اسم المحل فاهم حاجه يعني مش هروح اكل مع يعني ابو خاطر راجل جاب خاطر عارفين ان هو راجل لا هو جاب لنا خاطر. الاغا ده برضه عنده فراخ شوايه تحفه. لا انا بس لا تضيع حاجه في ابو طاهر. ابو طاهر ابو شفت غلطت في اسمه لا ما ينفعش عيب. شكلي عايز انام عيب مش هقدر اسكت اكتر من كده. البلوجرز بتوع تيك توك اولا مفيش حد بيتوه في كرداسه الساعه 4 الصبح يروح ياكل كبده جملي ده مبدئيا كده يعني قول لي رحت كرداسه الساعه 4 الصبح صدقك اشتري منك انا موافق. ثانيا وده بقى الاخطر بالنسبه لي مش حد يفتح الثلاجه الساعه 4 الصبح يلاقي بقى 2 كيلو جمبري و4 كيلو لحمه فاعمل اكله جديده ويلا لا ما بياكلش عيش واحنا ما بنشتريش والله بجد الموضوع. ممكن ازود حاجه ممكن احط اتفضل ثالثا محدش يقول لي تعمى اقول لك ما حدش ولا ادخل شوف ويروح مديك كشاف. لا انا بحب احمدها قوي انا بحبه بس يعني ممكن يغير اتيتيود بس يحمدها يعني ما كشفنيش والله لكن بجد بقى ادخل شوف. لكن جو انا تهت في كرداسه الساعه 4 الصبح لا انا ممكن اتخطف يعني لو تهت في كرداسه 4 الصبح اكلم بابا واحمد يا جماعه انا انا في مكان خرا حاولي فاللي انا بموت دلوقتي لكن ما فيش حد بيتوه بيقول تعالوا نعمل واحد مثلا دي مشكله تعالى نعمل واحد
أي حاجة. جمبري. اه ما هو واحد جمبري. بجد ايه ده لقيته في الاول اللي هو قلبي يعني بس هو عمال التيك توك عالم مخيف بجد في الحوارات دي يعني تمام. اه قول لي. يعني رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، عشان خاطر انا جوعت. والله لسه اكلين حالا أيوة قبل ما والله. نصور. واكلين بيتزا حلوه قوي. اه بس الراجل اللي مقطع غلط، فانا لازم نداء الى بيتزا ماستر. يا ريت نقطع عدل. لما اطلب البيتزا من غير هالبينو تجيلي من غير هالبينو. ده حاجه، وبعدين قطعوها بجد يعني. هم قاطعين سلايس قد كده هرم، بعد كده سلايس قد كده اللي هو لا مفيش مقارنات. هم مش مقطعين، هو الراجل عمل كده. هو شكل على البيتزا وقال لك بس انا بس تمام. خدوها بقى يا جماعه، خدوها بدهان الشفا. فنداء الى بيتزا ماستر، اهتموا باللي الناس بتطلبه مني. احترمونا يعني، بعد اذنكم. احترمونا. عشان انا كان ممكن عادي جدا اقول له مش هستلم الاوردر وارجعه لك بيه. ايوه فعلا، او نقفل المحل، ايهما اقرب يعني. يعني انا مع الاوبشن الثاني صراحه ما بحبهمش. لا انا مش بحبهم في قرايبي البيتزا يعني. عموما، يعني التشيز لافرز عندهم حلوه بس اهتموا باللي بنقوله بعد اذنكم. ورمضان كريم يا جماعه. رمضان والله كل سنه وانتم طيبين. رمضان مش عشان نتفرج على مسلسلات ونهلس وبس، في عبادات وفي يعني حاجات كتير لازم نهتم بيها. فيعني ما تنساش الناس اللي مش زيك يا سيدي اجتماعيا. حاول يعني خليك هادي كده وروق على الناس، عشان ربنا بيبعت لك رزقك ويبعت للناس دي رزقهم معاك. حسيت بس انا محتاج اعمل كده. يعني تمام. وما تنساش ممكن تشغل اغاني دينيه في الحته دي. براعي ايه يقدم ويقدمه. هو الفول. وما تنساش ادينا اللايك الجميل، سبسكرايب الرايق، يعني جرس روق علينا كده وشغل حلقات مع اصحابك. هو ايه حوار الجرس ده عشان نفسي اعرف؟ الجرس ده صح لما بتشغله بيجي لك بقى نوتيفيكيشنز بالحلقات اللي جايه. فلما فيديو زي جاي الفولو ينزل- يعني صح؟ يعني لما ماشي. نزل بوست جديد يجي لك نوتيفيكيشن ان عمر انا كده كده متابعك عشان انت اخويا، انت اخويا ومسيت عليا انت في حلقه. ده امال ده يا نهار ابيض. مصر الجديده، شوت اوت مصر الجديده كلها. محمد عماد سيف عماد وعمو عماد بقى اللي هو عمو بابا عماد يعني، ده عشان البوب. يعني ده البوب والله. عشان انا فاكر الميسا ده كان عجبني قوي الصراحه. وافلام اخويا. لا مش اخويا قوي. انا بحبه. انا بحبه بعشق صراحه. أفلام. انا بحبه صراحه. فاكر الاسيست؟ بتاع زين زيدان امال بره الملعب دي. ده كان افلام. كنا بنلعب في التجمع، كنا رجعت من مصر الجديده. حكيت له بجد كنا راح مدينه نصر ومصر الجديده، ما اعرفش راح فين، بس هي راحت من التجمع لمكان تاني. يعني الموضوع كان صعب قوي. فما تنساش تدعي هو لاخواتك. بابا لما العلبه الاحمر قال له مين صاحب مين العلبه الاحمر ده الراجل اللي مش ضربه الجزاء هناك بس علبته في نص الملعب. ما تنساش تدعي لاخواتك في فلسطين والسودان. ربنا يعني يا رب وكل ينصرهم الناس. يا رب والله العظيم بجد، ويرحم الجميع يا حقيقي. رب. لكن انا مش ويعني ادعي لهم في رمضان عشان خاطر يعني ربنا يهون عليهم والله ويخفف عليهم اللي هم فيه. احنا هو يا بره رب. كل حاجه وتعبنا. الناس داخله في 6 شهور اهو، الموضوع صعب. احنا اللي قاعدين بره ومنعمين وحوالينا كل حاجه تعبنا، فما بالك هم عاملين ازاي. فيعني ما تنساهمش في دعائكم في الصلاه كده، في التراويح وفي كل صلاه ادعي لهم. وبس كده.